السلام عليكم. هلو. How to find remote jobs. ازاي بنلاقي فرص شغل ريموت تحديدا لو انت في مصر، او فرص موجهة للمصريين بيعملوا هايرنج في مصر، او انت لو حد في مصر يقدر يقدم على الفرص دي. ده موضوع عنوان السيشن اللي انا كنت اتكلمت عنها في بوست، وما شاء الله يعني ما كنتش متخيل ان العدد ده كله يسجل الصراحة. وده اللي خلاني اتخض شوية واتوتر واحس بالمسؤولية. دي حاجة. الحاجة التانية، وأنا ببص بصات سريعة كده من يوم للتاني، في أول يوم نزلت فيه الفورم كنت بعدي على الكومنتس وأشوف الناس تفاعلت إزاي مع الفورم. فبصراحة حاجة أنا ممتن ليها جدا، ما توقعتش إن الناس ممكن تاخد الأسئلة الموجودة في الفورم بشكل جدي. ممتن جدا للناس اللي شاركتني تفاصيل واتكلمت قوي من قلوبها. في ناس شاركتني تفاصيل كتير قوي عن الكارير، سواء مشاكل بيمروا بيها، حاجات موقفاهم، حاجات نفسهم فيها. ناس تانية شاركتني حاجات بيرسونال عن حاجات في حياتهم الشخصية، وده الدافع بالنسبة لهم علشان يعملوا حاجات معينة في الكارير، أو إن هم يوصلوا لفرص شغل ريموت، أو حاجات يقدروا يقبضوا منها كويس جدا، وحاجات يكون فيها تطور مهني وبيئة عمل كويسة، أو حاجة تساعدنا على الرفاهية النفسية. تمام. فأنا ممتن جدا بجد، كانت اكسبيرينس حلوة جدا. أنا بقالي يومين ثلاثة واخد كل الناس اللي سجلت فورم باي فورم، أو شخص بمسك الفورم بقرأها كلها كاملة بكل التفاصيل، بكل الحاجات اللي انتوا كاتبينها. في ناس ما كتبتش حاجة، في ناس سابت نقطة كده في الأسئلة. ما فيش أي مشكلة، لكن زي ما قلت أنا خدت الفورم واحدة واحدة وشخص. دخلت على لينكد إن عندك، كاتب أي حاجة قرأتها كلها فعلا، وابتديت آخد لكل فورم أو كل شخص نوتس عن الفورم دي أو عن الشخص ده. سواء نوتس كده في المطلق لحاجات ممكن تساعدك في اللينكد ان لما دخلت عندك، فشفت حاجه ممكن تتعمل تحسن الحاجات دي عندك. اجابات عامه لبعض الاسئله اللي انت ممكن تكون ذكرتها، او مشاكل معينه. لكن الناس اللي كتبت تفاصيل كتير، فالموضوع هنا هيبقى مختلف شويه. تمام. فالسيشن هتكون امتى؟ لسه ما فيش ميعاد محدد بالظبط، لان بعد الاكسبيرينس اللي انا حصلت معايا يعني وانا براجع الفورم واحده، فكرت في حاجات كتير جدا، شجعتوني ان انا افكر في حاجات اكبر او حاجات اكتر. وان حقيقي فعلا عايز الاكسبيرينس دي تكون اكسبشنال ومختلفه جدا، او حاجه يونيك، يعني زي ما في ناس حرفيا كتبت ده في الفورم ان هم نفسهم في حاجه زي كده، او متوقعين ان السيشن تبقى بالاكسبيرينس دي او بالليفل ده. تمام. فانا مش عايز تبقى مجرد سيشن، في افكار وحاجات حلوه قوي ابتديت اوريدي، يعني فكرت فيها وكتبتها في ورقه وقلم كده وشغال عليها شويه. تمام. طيب ايه الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه انا هبدا اكلمكم، وانت دلوقتي لو بتشوف الفيديو ده فاعرف ان هو خلاص خلال من يوم لثلاث ايام ان شاء الله هكون تواصلت معاك. هتواصل معاك بالطريقه اللي انت ذكرتها في الفورم، لو انت عايز كول، لو انت عايز واتساب، لو انت عايز ايميل. وهتواصل معاك ان شاء الله، يعني هحاول ان هو يكون في الوقت كمان اللي انت اخترته. في بوينت، لو انت اخترت وسيلتين تواصل كول وواتساب فانا هختار واتساب، لو انت اخترت ايميل وواتساب فانا هختار واتساب. مش علشان حاجه، بس علشان العدد كبير قوي، فعايز اخلي الموضوع يكون سهل شويه. تمام. فاول خطوه ان انا هكلمك، هتواصل معاك. لو ما فيش تفاصيل كتير انت سيبها في الفورم، او ما عندكش لينكد ان او هكذا، او عندك لينكد ان، ف ليك عند في اسئله في عامه كده هسالها لك، وفي حاجات ممكن اقولها لك زي جنرال تيبس هقول لك انت ممكن تعمل ايه، وممكن كمان اوجهك لمصادر ان انت تساعدك ان انت تظبط السي في، او حاجات تساعدك في الحاجات اللي انت ذكرتها. الناس اللي كتبت تفاصيل كتير قوي، فهيبقى في اسئله عامه برضه هسالها لكم، لكن اتوقع ان هيكون في ديسكشن كبيره او لطيفه ما بيني وما بينكم يعني. تمام. فدي اول خطوه، ان انا هكلمك. لو انت بتشوف الفيديو دلوقتي فانا هكلمك خلال من يوم لثلاث ايام ان شاء الله، بالوسيله اللي انت اخترتها، والى حد ما احاول ان هو يكون الوقت اللي انت حددته يعني. تمام. خليني برضو يعني تقديرا ليكم برضو، بما انكم عرفتوني عليكم وشاركتوني، فخليني اقول لكم سريعا. انا اسمي احمد عبد العزيز. تمام. انا بشتغل في البيزنس ديفلوبمنت، في حاجات تانية عندي فيها اكسبيرينس يعني، او اشتغلتها بشكل ما او باخر في رحله الكارير بتاعتي. آه، انا بقالي تقريبا من اول مره اول يوم عملت حاجه تتسمى شغل، فانا دلوقتي بكمل 10 سنين. 10 سنين كان فيهم حاجات حلوه قوي، حاجات سيئه، لكن الرحله كانت صعبه. وده اللي خلاني وقفت من سنه سنتين كده، وابتديت اقعد مع نفسي قاعده، وابدا اراجع حساباتي واعمل سيلف ديسكفري. ومن هنا خرجت بالين تالنتس كوميونتي. وهعرفكم في فيديو تفاصيل اكتر عن الين تالنتس كوميونتي وانا عايز اعمل ايه. لكن خليك عارف ان انا بعمل الحاجه دي عشان اساعد نفسي زي ما انا عايز اساعد غيري. وانا مؤمن بحاجه، هي ان اللي بيساعد هو اول حد بيتساعد، فما تبصش لحد ان هو بيساعدك وهكذا، لا، انت كمان بتساعده بحاجات كتير قوي، وهنتكلم عن ده مع بعض يعني. ودي سبيس عشان احنا كلنا نسبورت بعض ونساعد بعض بشكل حقيقي ومن قلوبنا، عشان كلنا نوصل للاهداف اللي احنا فعلا عايزين نحققها ونوصل لها كبني ادمين وكارير بروفيشنالز، يعني ان احنا نا access better opportunities and we're living for our selves يعني. ماشي.
فزي ما كنت بقول لك ان شاء الله بقول لكم يعني ان شاء الله ولو انت بتشوف الفيديو فمن يوم لثلاث ايام هتلاقيني بريتش اوت ليك عن طريق واتساب او ميل او فون كول، وتوقع ان احنا هنتكلم سوا. آه لو انت دلوقتي لو كان في حاجات حاسس ان انت مش حابب تشاركها او مش قادر تشاركها او خايف تكون يعني اوفر شويه بالنسبه لك، يعني انت بتوفريت حاجات معينه او الحاجات انت كنت حابب تشاركها، افكارك، حاجات جوه دماغك او مشاكل بتعدي بيها. ف... فعايز اقول لك ان دي سيف اند فري سبيس ان احنا نتكلم ونعبر سوا ونشتغل مع بعض على الحاجات اللي احنا عايزين نشتغل عليها. تمام. فان شاء الله بعد الفون كول دي هتكون بقى ان شاء الله اكون حددت السيشن هتبقى امتى، وبنسبه كبيره ان شاء الله انها هتبقى اونلاين، لكن في نفس الوقت هرفعها على يوتيوب باذن الله. لكن ان انت تحضر اونلاين دي فرصه حلوه جدا عشان تقدر تلاقي اسئله بتيجي عندك في دماغك فتقدر ان انت تشاركها، تسمع لها في لناس تانيين، في حاجات ممكن هتفرق معاك ان انت تشوف الفيديو مسجل او مجرد فيديو على اليوتيوب مش حاجه لايف. الاكسبيرينس نفسها بتساعدك ان انت تكسر حاجز التوتر، حاجز الخوف، بتغير فيك وبتطور فيك حاجات مهمة قوي حتى لو هي صغيرة بس هتفرق معاك بعدين. ومن تجارب شخصية كنت دايما عندي توتر وقلق وخوف كده ان انا احضر حاجات اوفلاين او ان انا اشارك لايف في حاجات او ان انا حتى اتكلم واسأل. لكن حقيقي الموضوع فرق معايا جدا على المدى البعيد. تمام. انا شخص جزء مني انتروفيرت وجزء مني اكستروفيرت. تمام. وانا عارف ان في ناس كتير ممكن تريليت في الحتة دي، او انت لو انت انتروفيرت فقط، حد منطوي فقط، فحاول تشارك وتتحرك وتاخد خطوة لقدام، لان الشغل والسوق دلوقتي محتاج مهارات مختلفة. مش بقول لك غير نفسك عشان خاطر السوق، بس على الاقل لو انت شغال في شغل معين وعندك افكار، عندك اسئلة، عندك مشاكل، فانت تحس ان انت مش عايز تتكلم، خايف تتكلم، متوتر، فلا، اكسر الجزء ده وحافظ على طبيعتك زي ما هي. انت مميز كما انت يعني، حتى لو انت انطوائي او ايا كنت. تمام. خليني سريعا برضو اعرفكم على الين تالنتس. آه أنا بقالي 10 سنين في حتة الكارير. الرحلة كانت صعبة وتقيلة وستيل لسه صعبة وتقيلة. آه كان دايما هي فرصة واحدة بس اللي بتكون متاحة ليا. تمام. مفيش أي فرص، هي فرصة واحدة بس المتاحة ليا، فأنا كنت مضطر إن أنا أقبل الفرصة دي عشان مفيش غيرها وما ينفعش أفضل مستني. تمام. كنت بقبل الفرصة بحلوها ومرها، أو حلوها الظاهري ومرها اللي كنت بكتشفه بعدين من نواحي كتير قوي: بيئة العمل، الشغلانة نفسها، الفلوس، حاجات كتير جدا. وعدت عليا تجارب حلوة قوي وتجارب كانت صعبة وقاسية. تمام. لغاية في يوم من الأيام نهاية 2022 ابتديت بالصدفة عرفت working from anywhere، إن أنت تقدر تشتغل ريموت بره مصر. أنا كنت بشتغل ريموت بس جوه مصر مع شركات مصرية. تمام. فابتديت أفكر هو ده فعلا اللي أنا بدور عليه واللي نفسي فيه، مش علشان إن أنت تشتغل مع شركة أجنبية ولا عشان الفلوس ولا علشان الدولار بس. فكرة الكارير جروث حقيقي، في learning and development حقيقي في مع الناس دي، في حقيقي بيئة عمل كويسة فيها well being، أو ناس حتى مهتمة أصلا إن هي تشتغل معاك على الحته دي او تساعدك ان انت تبقى احسن، لان ده اكيد بيرفلكت عليهم هم في شغلك وانتاجيتك مع الشركه بتاعتهم، ان هم فعلا بيستثمروا في الهيومن اسيتس بتاعتهم. تمام. حسيت ان انا ممكن يكون على الاقل تقدير معايا سنه عشان اقدر ان انا احقق حاجه زي دي، وان انا اشتغل على نفسي واكون مؤهل ان انا انافس في المنافسه الكبيره. ان انت لو بتقدم على شغلانه في مصر مش زي ما بتقدم على شغلانه على مستوى الشرق الاوسط، مش زي ما بتقدم على شغلانه بتعمل جلوبال هايرنج على مستوى كوكب الارض، فانت المنافسه بتبقى مختلفه وكبيره وتقيله وصعبه يعني. تمام. بس سبحان الله، خلال شهر واحد، خلال شهر يعني، تمام، مع نهايه 2022 فرصه جات لي وجات لغايه عندي ان انا اشتغلت مع شركه في يو اس. تمام. وقتها ابتديت افكر واحس اللي هو احس بالمسؤوليه ناحيه ان في ناس اشطر مني وناس اكبر مني، بس الناس دي ما تعرفش حاجه عن الكلام ده. في اجيال لسه هتطلع وهتكبر وما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. فيما بعد لقيت ان ما شاء الله في مصريين كتير قوي، وناس مش سوفت وير ديفلوبرز بس، يعني ناس بتخصصات كتير بيشتغلوا مع شركات بره. بس حتى لو الناس بتتكلم عن ده فاحنا محتاجين نتكلم اكتر، ونتكلم اكتر بشكل حقيقي، مش حاجات فيك او مجرد كلام خلاص وترندات بتتكتب. لا، عايزين معلومات حقيقيه، حاجات حقيقيه. وعلشان انا اكسبيرينس الجيرني بتاعتي كلها لوحدي، لوحدي في تعليمي، في تطوري، في افكاري، في معتقداتي، في كل حاجه. فمفتقد جدا يكون في ناس بشبهي. مش لازم عندنا نفس الحاجات شبه بعض، بس شبه المايند سيت بتاعتي، عندنا اهداف مشتركه حتى لو تفاصيل الاهداف دي مختلفه، بس فكره ان احنا بشكل حقيقي عايزين نبقى احسن. ودي كانت بدايه فكره الين تالنتس كوميونتي. تمام. من وقت ما ابتديت اعرف فكره working from anywhere، وان يبقى في شركه بره مصر ايا كانت فين في الكوكب وممكن انت تشتغل معاها وانت موجود في مصر، ابتديت ان انا اتحرك يمين وشمال، ولقيت نفسي مع الوقت الكونكشن ليست عندي على لينكد ان بقت فيها ناس من دول كتير مختلفه، شركات من
باشكال وطرق واندستريز مختلفه. دخلت كوميونيتيز، بقيت ممبر او فولنتير في ممبرز موجوده بره، وشفت الناس بتعمل ايه وبتشتغل ان هي تساعد التالنتس او الموظفين ازاي، او البيزنس كوميونيتيز عامله ازاي والناس بتسبورت بعضها. وشاركت في اكتر من حاجه، وده برضو ابتدى يشكل معايا الفكره. فبكل بساطه الين تالنتس كوميونتي انا عايز ان هو يكون كوميونتي بيشتغل على حاجتين اساسيتين. اول حاجه building the alien talent، ان احنا نبني مواهب فضائيه، او انا believe in aliens and super power، بس ليا البرسبكتيف بتاعي عن او مفهومي لتعريف الفضائيين والسوبر باور يعني. لكن هنا building the alien talent فكره ان احنا ازاي نساعد نفسنا ونبني نفسنا ان احنا نبقى احسن، نبقى ناس exceptional، ناس حقيقي مميزين. تمام. مميزين على الهيومن بينج سايد وعلى الكارير بروفيشنال سايد، تمام، كبني ادمين وكموظفين. وده من خلال ان احنا نحاول نشتغل ونعمل اكتيفيتيز ليها علاقه بالسيلف ستيم، سايكولوجيكال اويرنس، سايكولوجيكال فيرست ايد، ان احنا ازاي نجيت اور شيت توجذر في المشاكل اللي بتعدي بينا في الشغل، المشاكل اللي تبقى في حياتنا وفعلا، واكيد ده بيأثر علينا وعلى طاقتنا ونفسيتنا لما بنيجي نشتغل. تمام. الحاجه التانيه وهي الكارير جروث ويلث اند ويل بينج، تطور مهني، ان احنا نبني ثراء او يبقى نقبض فلوس كتير، وان احنا نعيش ويل بينج، سواء فرصه الشغل اللي بتوفر لنا ده، او ان احنا بنشتغل في فرصه شغل حقيقيه وكويسه فيها تطور مهني وفيها فلوس حلوه، فاحنا هنبقى مستريحين ومبسوطين يعني. فده هيكون ازاي؟ ده هيكون من خلال ان احنا نعمل ماب للفرص والشركات ان احنا نقدر نقدم عليها من مصر، وشركات احنا متاكدين ان هي فعلا فيها كارير جروث ويلث اند ويل بينج، مش مجرد فرصه شغل وخلاص، او فرصه شغل ريموتلي، او فرصه شغل بتدفع بالدولار، او فرصه شغل مع شركه اجنبيه وخلاص. تمام. في ليرنينج اند ديفلوبمنت هوب المفروض ان هيكون في محتوى، المحتوى ده ممكن تبقى مقالات، ممكن تبقى فيديوز او بودكاست، وده اوريدي انا ابتديت اعمل ده. والهدف منه ان احنا نتعلم التخصصات المهنيه بشكل صحيح، بشكل المعلومه تبقى متكامله ومستدامه، معلومه كامله مش ناقصه جزء معين، معلومه مستدامه، ان مع الوقت يبقى في ابديتس، بحيث ان انا مثلا شخص لسه متخرج او في الجامعه عايز اتعلم سوفت وير ديفلوبمنت، عايز اتعلم بزنس ديفلوبمنت، هدخل الاقي رود ماب موثوق منها، ورود ماب هتاخدني خطوه بخطوه ان انا في الاخر ابقى عارف فعلا مفهوم التخصص ده، وابقى جاهز ان انا ادخل شركه واشتغل اوريدي، ما تبقاش ناقصاني حاجه. تمام. في حاجه كمان، وان احنا يبقى في كوميونتي حقيقي، كوميونتي ده نقدر نكونكت مع ناس شبهنا، ناس شاطره، ناس موثوق منها لما نحب نسال اسئله، زي الكوميونيتيز الموجوده على فيسبوك وعلى ريدت وفي اي مكان تاني، ناس واثقين فيها واحنا بنسال اسئله عارفين ان المعلومه جايه عن خبره حقيقيه، جايه من ناس جينوين وناس اوثنتيك، مش بيفيك اي كلمه او بيحاول يشو الحاجات دي كلها. ان احنا نكونكت مع ناس شبهنا، علشان الناس اللي بتبقى شاطره او ناس شبهنا، فالناس دي بتفيدنا بشكل ما وبنفيدهم، بيبقى فيه ان احنا نسباير ونجيت انسبايرد. الناس دي بقى فيما بعد ممكن يبقوا سبب ان احنا نشتغل في فرص احسن او نبقى افضل بشكل ما. وان احنا كمان تبقى في فري اند سيف سبيس، ان احنا مش نقول بس يا جماعه انا عايز اتعلم سيلز، يا جماعه انا عايز اتعلم كذا، ولا بس ان هو يا جماعه انا عندي مشكله في بيئه العمل، عندي انا عندي مشكله في حته معينه في الشغل، لا، وكمان يا جماعه انا عندي تحديات في حياتي مأثره على الكارير بتاعي، ومش عارف، مش قادر اعرف امشي ازاي او ابدا منين، او ان انا ازاي اتحكم في التحديات اللي عندي عشان اقدر اعمل شغل بشكل صح. فتبقى فري اند سيف سبيس حقيقيه نقدر نساعد بعض فيها. تمام. ده اعتقد سريعا واختصار. في بروجيكتس تانية حلوة قوي بس كبيرة جدا وتقيلة ولسه محتاجة وقت ومجهود وانفستمنت وحاجات كتير قوي، بس ان شاء الله كل حاجة مع الوقت. حاليا انا عملت حاجتين، اول حاجة ريموت كارير بورد، ودي فيها فرص شغل ريموت وشركات ريموت تقدر تقدم عليها لو انت في مصر، عشان هما بيعملوا هايرنج في مصر، او بيعملوا جلوبال هايرنج حقيقي، مش بس ان احنا بنهاير اي حد في اي مكان في الكوكب، لكن في الاخر ما بيبقوش يعملوا هايرنج لحد في الشرق الاوسط او في مصر. تمام. والحاجة التانية ان انا ابتديت اعمل اتكلم بشكل شخصي بحدود معرفتي وخبراتي عن حاجات لها علاقه بالسيلف داوت، السيلف ديسكفري، السي في، الانترفيو، البيرسونال براندنج. وان شاء الله هتبقى في حاجات تانية جايه في السكه، ان انا استضيف ناس مصريين يشتغلوا ريموت مع شركات بره وناخد من الاكسبيرينس بتاعتهم. نتكلم مع حد مثلا بزنس ديفلوبمنت، فانت ازاي قدرت ان انت تبقى عندك المؤهلات الكافيه انك تشتغل مع شركه ريموتلي، وهكذا، وحاجات تانية كتير. تمام. انا بعمل الحاجة دي عشان اساعد نفسي زي ما انا عايز اساعدك انت كمان، فما تحسش ان في حد اعلى منك او احسن منك ولا اي حاجة خالص. اخر حاجة خلاص، خليني اقول لك انا ليه بقى بعمل Alien Talents Community، او ليه بعمل اللي انا بعمله. اول حاجة، لو عندي معلومة مفيدة او حد ممكن يستفيد منها بشكل او باخر، فده انا بعتبره زكاة علم
ليجاسي كده انت تسيبه في الدنيا، وفي نفس الوقت حاجة تنفعنا في الآخرة. تمام. الحاجة التانية زي ما ذكرت من شوية، ان هم 10 سنين بشتغل، بس للأسف لسه الرحلة تقيلة وصعبة، ولسه بخبط، ولسه حاسس ان انا مش على أرض صلبة في حاجات معينة، فأنا لسه محتاج أشتغل على نفسي. وعلشان الرحلة كانت فردية، أكيد في حياتي في صحاب وفي زمايل شغل وزمايل في الحياة كانوا حلوين وجمال وكل حاجة، لكن بشكل ما أو بآخر الموضوع كان فردي. فانا عايز، انا ببادر بالخطوه دي علشان اجذب ليا ناس شبهي، ناس في مستوايا، ناس اشطر مني. فانا ببادر علشان اساعد، علشان بكره وبعده اتساعد. انت ممكن تبقى اشطر مني بكره، تبقى احسن مني بكره تجيب فرصه شغل احسن، وتقدر تساعدني ان انا جوين الشركه اللي انت فيها، او ان انت تساعدني ان انا اكسب فرصه شغل معينه. فبشكل ما او باخر دي حاجه من الطرق اللي انا بسعى ان انا الاقي فرصه شغل ريموت. انا بقالي فتره مش بشتغل بعد ما وقفت شويه في حته سيلف ديسكفري وحبه فريلانسنج وحاجه كده كانت حاصله معايا. فدلوقتي لسه بدور على فرصه شغل وبدخل انترفيوز وهكذا، لكن لسه ما توفقتش. وحتى ان شاء الله لو لقيت فرصه كويسه ومستمر فيها، فلاقي ناس تساعدني زي ما بساعدهم. تمام. في حاجه كمان، انه ده يعتبر بيرسونال براندنج، ودي حاجه ممكن تلهمك ان انت تفكر ان انت ممكن تعمل بيرسونال براندنج ازاي. مش لازم تعمل اكتيفيتيز كبيره، او ان انت تعمل فيديوز او بودكاست او اي حاجه، بس اتحرك واعمل حاجه. في فيديو انا عملته بالمناسبه عن الموضوع ده، ممكن تشوفه يعني على يوتيوب او سبوتيفاي. وعلشان انا ببادر وانت تبادر، علشان الناس اللي اشطر مننا وفي ليفلز اعلى مننا في الكارير هم كمان يتشجعوا ان هم يشاركونا الخبرات بتاعتهم. فانت لما تبدا يعني، غيرك هيبدا، غيرك هيتشجع، غيرك هيتحرك، غيرك هيحب ان هو يعمل ده، ايا كان السبب ورا ده ايه، بيرسونال براندنج، زكاة علم، حابب يساعد، حابب يتساعد، ايا كان ايه. فدي ببساطه انا ليه بعمل الين تالنتس كوميونيتي. تمام. مرة أخيرة أتوقع إن أنا هريتش أوت ليك خلال 3 أيام بالكتير إن شاء الله، وهيكون في ديسكشن ما بيننا صغيرة أو كبيرة حسب ما كانت. بس في فري إن أنت تستعد وإن أنت تحضر وإن أنت تجمع أفكارك، حاجات عايز تشاركها، أسئلة، مشاكل، أيا كان. وإن شاء الله السيشن هتبقى، المفروض إن هي كانت هتبقى الحلقة الخامسة في سلسلة أنا عاملها على اليوتيوب، لكن أنا فكرت إن الموضوع يكون تفاعلي مع الناس، لان الناس هم اكتر حد او مصدر يقول لك احنا محتاجين ايه او ايه اللي فعلا واقف معانا. انا ممكن اتكلم عن هاو تو فايند ريموت opportunity، ده بالنسبه لاحمد. تمام. لكن في حد تاني ممكن يبقى عنده مشكله مختلفه او حل مختلف او طريقه مختلفه، ده اوريدي لاحظته يعني في الكلام بتاعكم في الفورم. اتوقع ان انا هريتش اوت ليك وهنتكلم في الفري ان انت تشير اي حاجه. وان شاء الله في حاجات اكتيفيتيز تانية هتيجي بعد السيشن، ان احنا ممكن نعمل ستادي جروبس، او ان احنا نبدا اوريدي نعمل كوميونتي يبقى فيه كذا اكتيفيتي بنعمله سوا. تمام.